الجميع يعرف أن المغرب لا يهرج ولا يقول ما لا يعمل، بل يعمل ولا يقول، أما حينما يقول يعمل. الدعوه الاستعجاليه، الدعوه العاديه كتحط الملف حتى كيعيطوا لك، لا الدعوه الاستعجاليه كتخلص عليها باش يسبقوك، زعما سبقوني انا الاول. تخيلوا معايا ردة الفعل ديالهم وهما تيتحاوروا معاهم بهذا الاسلوب. شوف دابا هذا الحوار اللي وقع في وسط المحكمه. الفاف شوف دابا الفاف قدمت: الفريق المغربي اعتمد قميصا مخالفا للقوانين. طاس: هل كتب عبارة عنصرية أو رسما يدل على الكراهية؟ هذا المنتخب، هذا الفريق ديال نهضة بركان دار شي، كتب شي حاجة فيها العنصرية ولا دار شي رسم يدل على الكراهية؟ الفاف لا. طاس: هل وضع إشارة دينية أو شعار سياسي؟ واش دار شي لوغو كيتكلم على شي ديانة ولا شي شعار سياسي؟ الفاف: نعم القميص اعتمد شعارا سياسيا. قال له راه دار واحد الشعار سياسي. طاس: كيف؟ الفاف: الفريق المغربي رسم خريطة على قميصه. طاس دابا الأعضاء ديال المحكمة: لكن الخريطة رمز سيادي وليست شعار. دابا هما تعجبوا الخريطة راه رمز سيادي ديال الدولة ماشي شعار سياسي. الفاف: أوافقك. شوف احنا متفقين، لكنها خريطة تضم الصحراء وهي ليست أرض مغربية. شوف دابا الطعن اللي قدموا، قال لهم احنا متفاهمين بان الخريطه هي مساله سياديه ماشي سياسيه، ولكن راه هذيك الخريطه دايرين فيها الصحراء الغربيه وراه هي ماشي ديال المغرب. دابا الطاس، شوف السؤال ديال الطاس المنطقي. الطاس: افهم من كلامكم انها ارض جزائريه؟ مادام نتوما دايرين هذه الهندقه وهذه الروينه كلها، نتوما جايين كتدافعوا على الارض ديالكم. الفاف: لا هي تابعه للبوليزاريو. الطاس: واين هي البوليزاريو؟ دابا هنا الطاس داخل الدوله بالعسكر بالبوليس بالفلوس بالغاز بالبترول رافعه دعوه في المحكمه ديال كره القدم الدوليه على شعار. سير لا قال لهم ماشي ديالنا، واش هذه الخريطه ديالكم، هذه الارض اللي مبتوره ديالكم انتم الجزائريين؟ لا هي ديال البوليزاريو. الطاس: واين هي البوليزاريو؟ الفاف: في تندوف. قال لهم كاينه في تندوف. الطاس: تندوف في الصحراء الغربيه؟ هاد تندوف اللي انت كدوي عليها اللي فيها البوليزاريو واش هي صحراء غربيه تابعه للمغرب؟ الفاف: لا تندوف ارض جزائريه. شوفوا الطاس شنو قالوا لهم: لم نفهم شيء. قلت ان الصحراء الغربيه ليست ارضك وهي في ملكيه البوليزاريو، وانت الان تقول ان البوليزاريو موجوده في الجزائر. دابا هنا الطاس السويسريين ما فهموش. انت تدافع على واحد الخريطه، المفروض تكون كتدافع على شي حاجه كتمس ارضك، صدقات ماشي ديالك البوليزاريو. طيب هاد البوليزاريو واش كاينه في هاد الصحراء الغربيه؟ لا كاينه في تندوف. طيب هاد تندوف هادي اصلا فين كاينه؟ في الجزائر. ما فهمناش. اشنو قال لهم الفاف؟ قال لهم الموضوع معقد ويطول شرحه. الطاس: لماذا انت رفعت الدعوه ولم ترفعها على البوليزاريو؟ اشنو قال لهم الفاف؟ قال لهم نعم ماشي البوليزاريو رفعتها وانما الجزائر. علاش؟ قال لهم لان المتضرر فريق جزائري اللي هو اتحاد العاصمه. الطاس: ما دخلوا اتحاد العاصمه في الصحراء الغربيه. الفاف: هذه امور تدخل في السياده الوطنيه. الطاس: وضح اكثر. الفاف: نحن ندعم البوليزاريو لتاخذ الصحراء من المغرب. الفاف: المغرب يحتلها؟ الطاس: الفاف: نحن ندعم البوليزاريو لتاخذ الصحراء من المغرب. الطاس: افهم من كلامك ان الصحراء تحت سيطره المغرب. الفاف: نعم المغرب يحتلها. الطاس: من يقول هذا الكلام؟ شكون اللي كيقول بان المغرب كتحت سميتو؟ الفاف: حنا يعني الجزائر واوغندا زيمبابوي كوبا والبوليزاريو، 5 ديال الدول اللي كتقول الصحراء ماشي مغربيه. الطاس: حجتك ضعيفه السي وليد الصادي. الطاس: لا يمكنها ان تبني قراراتها على وجهة نظر تخضع لبعض الدول. الفاف: لا بالعكس، حجة قوية سأشرح لك بشكل معمق لكي تفهم. طاس: ليس لدي الوقت الكافي، اختصر. الفاف: باختصار هي قضية تصفية استعمار. دابا هذا هو الحجة،
اللي قدمتها الفاف. هذه قضيه الاستعمار. شوفوا الجواب ديال الناس اللي فاهمين الاختصاصات. الطاس باختصار، هذه ليست هذه قضيه تصفيه الاستعمار. الطاس قالت له انا لست معني بهذا النوع من القضايا، انا كنحكم في القضايا الكرويه الرياضيه. قضيه تصفيه الاستعمار، دوله محتله، جمهوريه، كيان وهمي، هذاك ليس من اختصاص الطاس. ما فاهمينش هازين طياره وغاديين وما فاهمينش حتى البلاصه اللي غادي له اختصاصاتها. الفاف لكن جوهر القضيه، جوهر الخلاف مرتبط بهذه القضيه، زعما جوهر الخلاف بيننا وبين نهضه بالقضيه مرتبط بهذه القضيه هذه. الطاس نعم افهمك، لكن الصحراء الغربيه التي تكلمت عنها تعرف على نطاق وهي غير مكتمله السياده، وانا كهيئه دوليه لا يمكنني ان ابني قراراتي على مواقف دول تشكل اشكاليه، حتى انها ليست عضو في الامم المتحده، وليست عضو اصلا في الفيفا، وليست عضوا اصلا في الكاف، ولم تنخرط نواديها في المنظومه الكرويه القاريه والدوليه. انت دابا جايب لي هذا البوليزاريو. انا كطاس اللي كنتعامل مع الجهات الرسميه كالفيفا وكالكاف، هذا البوليزاريو غير موجوده فيهم. الفاف دابا شوفوا وليد الصادي، شوفوا الغباء الجزائري. اذا انتم منحازون للطرف المغربي. دابا حتى الطاس قال كلها منحاز للطرف المغربي. الطاس لا، انا هيئه رياضيه مشهود لي بالموثوقيه والحياديه. دابا شوفوا الغباء. الفاف الجزائر دائما تدفع ثمن، الجزائر دائما تعاقب على مواقفها المشرفه من القضيه الفلسطينيه او القضيه الصحراء الغربيه. الطاس بداو يضحكوا عليهم. انا هيئه رياضيه ولا دخل لي في الشؤون السياسيه. الفاف انت كيان تابع للمنظومه الدوليه المعاديه للمبادئ والقيم، والجزائر بلد المليون ونصف مليون شعب. اخيرا ردوا عليهم في المحكمه ديال الطاس بجواب يليق معهم، قال لهم الطاس انتظروا لقد وجدنا حلا لقضيتكم. الفاف وليد الصادي فرحان، نعم شكرا جزيلا. ما هو؟ الطاس سيتم توقيف كرة القدم في الجزائر. هز وليد الصادي خبر شنقريحه بالقرار الاعلام الجزائري، لقجع خطف الطاس، ولقجع خطف الكاف، لقجع خطف الفيفا، ولقجع خطف الجزائر. هذا هو نص الحوار اللي دار ما بين الطاس المحكمة الدولية للتحكيم الكروي في سويسرا وما بين الطائرة اللي مشات من الجزائر فيها وليد الصادي رئيس الفاف الاتحادية الجزائرية والممثلين ديال اتحاد العاصمة والمجموعة ديال القيجية ديال المحامين اللي كانوا تما. ويبقى المغرب مغربا.